ما علينا زملكاويه، ما علينا. اجمعوا علينا زملكاويه. فين حبايبنا؟ فين حبايبنا الزملكاويه؟ ما علينا زملكاويه، ما علينا. فين حبايبنا الزملكاويه؟ اجمعوا علينا يا جماعه، لايك وشير على قد ما نقدر. شير 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 شير، خلوا صوتنا يوصل للناس كلها، وخلوا الناس كلها تجمع علينا. خلوا الناس كلها تجمع علينا عشان نتكلم، وعشان الناس كلها تبقى معانا. لازم نبقى ايد واحده في الظروف ديت. انا كمان اهوت بحاول اعمل شير من عندي. اجمعوا يا زملكاويه على قد ما تقدروا. لا يا كابتن، الزمالك ما وقعش. ما تقولش كده يا محمد يا سالم. ما تقولش كده يا محمد يا سالم. الزمالك ما وقعش، عمره ما هيقع. عمره ما هيقع باذن الله، طول ما ليه درع وسيف يحموه اسمهم الزملكاويه، اسمه جمهور نادي الزمالك. اللي بيحصل ده اسمه مهزله. مهزله بكل الاشكال. مهزله بكل الاشكال. اجمعوا علينا يا زملكاويه وضموا علينا على قد ما نقدر. كل الناس اللي قاعده بترجاكم يا جماعه، بترجاكم لايك وشير. شير عشان الناس كلها تجمع علينا، والناس كلها تسمعنا، والناس كلها تشوفنا. لازم نبقى ايد واحده في الظروف ديت يا جماعه. لازم نجمع حوالينا اكبر عدد ممكن من الزملكاويه. تمام. تمام. ها، مين تاني جاي؟ مين تاني جاي؟ مين تاني جاي؟ انا عايز اعرف، هو الوزير ده زملكاوي فعلا؟ يعني انا بس عايز افهم انهي زملكاوي في الدنيا يعمل كده. يعني الوزير دوت اللي انا اعرفه الدكتور اشرف صبحي، الراجل المحترم اللي قلنا اخيرا هيجي وزير زملكاوي. اخيرا هيجي وزير زملكاوي يقف معانا ويكون في ظهرنا. انا عايز اعرف ازاي الراجل ده كان بطل رياضي في نادي الزمالك، وبعد كده اشتغل في نادي الزمالك ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ امال انت لو اهلاوي يا سياده الوزير كنت عملت ايه؟ امال انت بلاش لو اهلاوي، امال انت لو بتشجع اي حد تاني غير الزمالك كنت عملت ايه؟ انا مش فاهم. مش فاهم. مفيش حد زملكاوي في الدنيا يعمل كده. ما حدش يقول لي ان رئيس اتحاد الكره ده زملكاوي. ما حدش يقول لي ان الوزير زملكاوي. يا جماعه ده هزار. ده هزار. الزملكاويه لما بيقعدوا على كراسي بيهدوا في الزمالك عشان يثبتوا انهم محايدين. هو ده. هو ده الزملكاوي لما بيقعد على كرسي. يبقى بلاها. يبقى كنتوا سيبوا الاهلاويه قاعدين على الكراسي احسن. على الاقل هم كانوا بيحاولوا يثبتوا انهم محايدين، فما بيهدوش الزمالك قوي كده. لا يا جماعه، انتوا بتهدوا الزمالك بدم بارد وبايد من حديد. نفسي اعرف لمصلحه مين. لمصلحه مين؟ لجنه مؤقته. احنا هنرجع تاني للجان المؤقته؟ يعني شلتوا مرتضى منصور قلنا ماشي، ادي مجلس الاداره ممشي الدنيا، واحمد جلال ابراهيم ممشي الدنيا لحد ما الدنيا تتظبط ومش عارف ايه، والراجل مرتضى منصور قاعد لحد ما حكم يطلع وبتاع. يا محمد يا حسن ما ينفعش اهدى. اللي حصل دوت ما في صعب جدا. اقسم بالله العظيم صعب. اقسم بالله صعب. خلاص تم تدمير نادي الزمالك بنجاح. آه تم تدمير نادي الزمالك بنجاح. مش عارف. مش عارف. يعني انا بمنتهى الامانه اقسم بالله بمزيد وببالغ الاسى والحزن. يعني انا بس مش فاهم. مش فاهم. يعني اللي انا اعرفه واللي انا سمعته. يا جماعه يا جماعه معلش، انا كبير شويه في السن. يعني انا دلوقتي عندي 37 سنه، داخل في 37 سنه. فالايام السوداء اللي هي بتاعت المجالس المعينه، والايام السوداء اللي هي بتاعت مجلس ممدوح عباس، والايام السوداء دي انا شفتها وحضرتها كلها يا جماعه. انا شفتها وحضرتها كلها.
كان كل صفقاتنا فيها، اولا ما كانش في صفقات، ولما كان في صفقات كانت على غرار، كانت على غرار محمد سعيد قطة ومجدي عطوة وعمرو الصفتي. هي دي الناس اللي كانت بتلعب ساعتها في نادي الزمالك، اللي كانت ساعتها بتلعب في نادي الزمالك. وما كانش شايل الزمالك ساعتها غير شيكابالا، اللي دلوقتي بيجيبوا كلب اسود يلبسوه تيشيرت الزمالك ويقولوا شيكا شيكا شيكا، ودخلوا انتهكوا حرمة الأموات في المقابر عشان مش عارف. يا جماعة البلد ملهاش دعوة، الموضوع مش موضوع بلد، الموضوع موضوع ان تمام انت مرتضى منصور ضايقت فلان وفلان وفلان، طب يلا نخلص يعني منك. طيب خلينا نتكلم بالعقل، خلينا نتكلم بالعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول كده اقول لكم الخبر بسم الله الرحمن الرحيم. حل مجلس اداره نادي الزمالك وتوكيل امر اداره نادي الزمالك الى لجنه مؤقته. تمام، اللجنه ديت هيتم تشكيلها بمعرفه مديريه الرياضه في الجيزه. مديريه الرياضه في الجيزه، اوكي. طيب، مديرية الرياضة في الجيزة عينت السيد القاضي أحمد بكري حميدة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف، رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة. والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد ده برضه رئيس محكمة في محكمة استئناف القاهرة. والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقد. طبعا على عيننا وراسنا أقسم بالله، ومزيد من الاحترام لشخصهما الكريم قضاء أجلاء. ولكن أين المخالفات؟ يعني أين ما تم فعله حيال المخالفات مع النادي الأهلي؟ وليه اتحل مجلس إدارة نادي الزمالك فقط، مع إن كلنا عارفين إن في مخالفات، وأعلن إن في مخالفات مالية في النادي الأهلي؟ طيب بلاش 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 بلاش. المفروض بيحصل إن لما يبقى في مخالفات، الوزارة بتدي مهلة للنادي، ان يا عم الناس عندك مهلة اهو، روح حل امورك وظبط امورك وهنعدي عليك تاني، وهنعدي عليك تاني. ها بقى، هل ده حصل؟ ليه يعني ليه حل المجلس على طول؟ يعني ليه اول حاجة اتعملت حل المجلس على طول، وتحل مجلس دمياط والشرقية عشان ما يبقاش الزمالك بس؟ يعني طب ماشي، الناس دي يعني مش مضرورة قوي لما بيجيبوا لهم زيت زي ما بيمشوا من عندهم عبيد. انما احنا ايه؟ نادي الزمالك اللي كان لسه اول امبارح بيلعب في نهائي دوري ابطال افريقيا. لا 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 يا جماعه، لو سمحتوا احنا ملناش اي حاجه نقدر نعملها، لا للفوضى خالص. احنا ملناش اي حاجه نقدر نعملها الا حاجه واحده فقط اللي نقدر نعملها، اننا من خلال السوشيال ميديا نداءتنا للسيد الكريم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه السيد الكريم الفاضل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لو سمحت يا سياده الدكتور الوزير راعي نادي الزمالك. طيب شوف يعني تقدر تعمل ايه يحل الازمه في نادي الزمالك يا فندم؟ بكره في نهايه هيتقفل باب القيد في ميركاتو يا فندم، في ميركاتو، في سوق انتقالات، هيتقفل باب القيد يا فندم. المفروض بكره اللعيبه الجديده كلها تتأيد يا فندم وتتسجل في مجلس اتحاد كره القدم. طيب هل النهارده عمرو الجنايني لما ما رضاش يدخل احمد مرتضى منصور الجمعيه العموميه كان على علم بقى بالموضوع ده؟ هل كان على علم؟ يا جماعه النهارده كلنا شفنا الفيديو واحمد مرتضى منصور واقف يا عيني على ايه ده؟ هو في كده يا جماعه؟ هو في كده؟ ويتقال اصل الورقه فيها كاست ومش الورقه فيها كاست وفين، واحنا لا ما وصلناش ورق من اسبوع. هو في ايه؟ هو في ايه يا جماعه؟ ده اي نادي كده لا يذكر بيبعت اي حد بيخش بيأيده بي بيفوضوا يعني، او بيبقى مكان النادي يعني، او بيمثل النادي قصدي يعني في الجمعيه العموميه. ايه المشكله؟ ايه المشكله يا جماعه؟ ايه المشكله؟
لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني المفروض انتوا قلتوا هتشيلوا مرتضى، هتجيبوا احمد جلال ابراهيم تمسكوه شؤون النادي، وانتوا بتتكلموا في مقاعدين بس. انتوا كنتوا بتتكلموا في مقاعدين. انتوا دلوقتي حليتوا المجلس كله يا فندم. المجلس كله يا فندم. المجلس كله. يرضي مين؟ يعني انا صراحة ربنا مش فاهم. اقسم بالله العظيم ما فاهم، ولا عندي فكرة. بس يعني يعني مش عارف، مش عارف. احنا طول عمرنا كنا احسن من كده، طول عمرنا. مش عارف اشمعنى الزمالك ايه اللي بيحصل معاه كده، مش عارف، اقسم بالله العظيم ما عارف. يعني الاتحاد السكندري يا جماعه والمصري ما بيحصلش معاهم للدرجه دي، مش عارف اشمعنى الزمالك. عشان الزمالك بقى جمهوره بيتكلم، عشان الزمالك بقى فيه فرقه قويه بتوصل نهائي دوري ابطال افريقيا، عشان الزمالك بقى ليه جمهور درع وسيف بيحموه وبيتكلموا في حقه، وبقى ليه مجلس اداره بيتكلم في حقه. ايه ايه يا جماعه؟ ايه يا كابتن، يا كباتن، انتوا زملكاويه. المشكله ان اللي عملوا كده كلهم زملكاويه. اللي رفع القضيه ضد الزمالك ممدوح عباس زملكاوي، سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي زملكاوي، الاستاذ عمرو بيه الجنايني زملكاوي. يا جماعه، يا جماعه اقفوا جنب الزمالك. يا سياده الوزير دلوقتي حضرتك الوحيد اللي في ايدك الحل. لو سمحت، لو سمحت، مد يد العون لنادي الزمالك. مد يد العون لنادي الزمالك والجمهور الزمالك. احنا دلوقتي ملناش امل غير فيك يا سياده الوزير. حضرتك الوحيد، سيادتك الوحيد اللي تقدر تحل لنا الازمه. لو سمحت يا سياده الوزير، مد يد العون لنادي الزمالك والجمهور الزمالك من فضلك. بنترجاك كلنا جمهور الزمالك، بنترجى شخصكم الكريم، مد يد العون لنادي الزمالك. تمام. انا بس عايز اتكلم عن حاجه. انا اقول مرتضى منصور، مرتضى منصور قد يكون سليط اللسان، قد يكون على فكره الدكتور اشرف صبحي راجل محترم جدا، وراجل لو هو في ايده حاجه يقدر يعملها النهارده النادي الزمالك هيعمل كده. الدكتور اشرف صبحي يا جماعه لحد امبارح كان بياكد ان مفيش حل لمجلس اداره نادي الزمالك. مفيش حل لمجلس اداره نادي الزمالك. ان شاء الله ما حدش يقول الزمالك انتهى. ان شاء الله الزمالك هيعود ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. و يعني لنا الله، لنا الله. ده اول حاجه. تاني حاجه زملكاويه، تاني حاجه عايز اتكلم فيها ما تعرض له شيكابالا، ما تعرض لهم شيكابالا. على فكره انا بس الاول عايز اقول حاجه، عايز اقول حاجه. مرتضى منصور قلنا قد يكون سليط اللسان، قد يكون صوته عالي، قد يكون ساعات انت قد يكون ساعات بيتصرف بشكل غلط جدا، وبيتصرف بانفعال زياده، وبيتصرف بجبروت. ولكن لم نعهده غير نظيف اليد. ما عهدناهوش حرامي. ما تهياليش ان مرتضى منصور حرامي صراحه. اللي يعني اقول لك ايه بس، يعني 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 تعالوا نتكلم يا جماعه في حاجه مهمه جدا. معلش يا جماعه بطلب منكم تاني بعد اذنكم، يا ريت لايك وشير. في ناس اصدقائنا طالبين يدخلوا معانا على اللايف. اوكي. في حاجة يا جماعة عايزين نتكلم عليها. حاجة عايزين نتكلم عليها، ان ما يتعرض له شيكابالا من جرائم للتنمر. بعد اذنكم بس عشان بترجاكم تاني بعد اذنكم، يا ريت لايك وشير. يا ريت لايك وشير على قد ما نقدر. عايزين نجمع حوالينا اكبر قدر من الزملكاويه، اكبر قدر من الزملكاويه، عشان فعلا عايزين الناس كلها تبقى ايد واحده في المطالبه بمنتهى الادب والاخلاق
في المطالبه بمنتهى الادب والاخلاق، يعني ان الزمالك ما يتهدش، ان الزمالك ما يتهدش. ده اول حاجه. تاني حاجه عايزين نتكلم فيها ما يتعرض له شيكابالا من جرائم تنمر. يا جماعه الموضوع وصل لجرائم. اولا حضرتك انا لما يعني انا واحد زملكاوي، طلعت امبارح عملت لايف بعد طبعا الانفعال الفظيع يوم الماتش يوم المباراه. طلعت امبارح عملت لايف قلت هارد لك لجمهور الزمالك العظيم، النادي الملكي العظيم، ومبروك لجمهور النادي الاهلي، ومبروك لجمهور النادي الاهلي. تمام. وده المفروض اللي يحصل مننا كلنا، ان الكسبان يقول للخسران هارد لك، والخسران مساء الفل يا ماضو، مساء الفل يا حبيبي. معلش اللي قدامي الكومنتات اكيد انت شايف. آه لو سمحتوا يا جماعه، زي ما بقول لكم، لايك وشير على قد ما نقدر، عشان التفاعل على الفيديو مهم جدا 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 جدا. عايزين نوصل صوتنا على موضوع تاني مهم جدا، وده اللي كنت بقوله. ده كان مجلس اداره نادي الزمالك، ان مجلس اداره نادي الزمالك النهارده تقدم ببلاغ ضد الناس اللي تنمرت على شيكابالا. تقدم ببلاغ ضد الناس اللي تنمرت على شيكابالا. اللي بيحصل ضد شيكابالا ده جريمه. لما تجيب كلب اسود تلبسه في نيله نادي الزمالك، لا يا باشا، في نيله نادي الزمالك ما تتحطش على كلب اسود. عيب، عيب الجمهور اللي بيعمل كده. ويا جماعه الجمهور هنا ملوش علاقه باهلاوي وزملكاوي، لان انا شفت اصحابي اهلاويه دخلوا وقالوا لي هارد لك، وشفت ناس كتير زملكاويه قالوا لهم مبروك. وشايف ان المحترم محترم، انما العيال اللي عملت كده دي عيال مش متربيه. العيال اللي عملت كده دي عيال مش متربيه، مش متربيه. فانيله نادي الزمالك ما تتحطش على جسم كلب يا باشا. وشيكابالا مش كلب. عيب عليك، اتقي الله يا اخي، اتقي الله يا اخي، اتقي الله. لا يا استاذ مهتدي، حضرتك بلوك، حضرتك بلوك. لما حضرتك ان شاء الله تبقى تتفرج وتتكلم باحترام، او اي حد يبقى يخش يتكلم باحترام، انا على عيني وراسي. انما انت داخل كمان تشتم شيكابالا، بتقول لي انت مش حيادي عشان بدافع عن شيكابالا. لا ادافع يا باشا، ادافع. يعني انت حيادي انك بتدافع عن الناس اللي لبست كلب في نيله نادي الزمالك؟ بتدافع عن الناس اللي دخلت انتهكت حرمه القبور وانتهكت حرمه الاموات؟ ده الواحد لما بيبقى معدي راكب عربيه من باب من المقابر، من قدام المقابر من بره، جسمه بيقشعر، بيقشعر بدنه، بيقشعر بدنه، وبيقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبيفتكر اليوم اللي هيجي يتحط فيه مع الناس ديت، وبيحاول يعمل له. ده المرور من قدام المقابر بس عبره يا جماعه. انتوا بتنتهكوا حرمه القبور، تصوروا جواها وتهزروا. وايه، مش بتهزروا بادب، ده انتوا بتقلوا ادبكم على واحد للدرجه دي، والفيديو اتشير على الفيسبوك. اتقوا الله، اتقوا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لان مفيش بني ادم في الدنيا يستاهل يتعمل فيه كده، مفيش بني ادم في الدنيا. حضرتك بتغلط، حضرتك اكيد لو اتنين تلاته اخوات اكيد بيبقى عندك اخ مثلا، ممكن يكون مثلا اخوك الصغير وانت الكبير، يعني تختلفوا مع بعض. لكن حتى وانت مختلف معاه هترضى حد يعمل فيه كده؟ يعني هو شيكابالا ده ما عندوش اخوات، ما عندوش اهل يزعلوا عليه؟ لو شيكابالا ده قريبك او ابن عمك او ابن خالك او اخوك او خالك او عمك او وات ايفر من اهلك، هترضى ان حد يعمل فيه كده مهما كان الموقف؟ هترضى؟ بلاش لو المقابر ديت مدفون فيها ابوك او امك او اي حد، هترضى ان حد ينتهك حرمه المقابر ديت عشان يصور قله ادب بالشكل ده جواها؟ العيال اللي عملت كده عيال مش متربيه، مش متربيه، مش متربيه. الحمد لله رب العالمين، النهارده اتقبض على 6 منهم. شكرا الجهات المسؤوله اللي قبضت على ال6 منهم، ونرجو معاقبتهم بيد من حديد، لان كده خلاص احنا كده بننتهك الحرمات. احنا كده اصبحنا بننتهك الحرمات عشان الكوره، عشان لعيب انا شايفه حريف فبدات اشتمه فرد عليا. ليه وليه يرد عليا؟ علي علي البشوات
مساء الفل يا علو. الاول حبيبي علي، صديقي العزيز علي رحال، صديق الطفوله والشباب حبيبي. اكيد طبعا يا علي، انت شفت اللي حصل امبارح من لما لبسوا كلب اسود في نادي الزمالك وقعدوا يقولوا شيكا شيكا، وانتهكوا حرمات القبور، ودخلوا عملوا نفسهم لبسوا تيشيرتات النادي الاهلي، وعملوا نفسهم رايحين يزوروا قبره يعني، وبيقروا الفاتحه وصوروا الكلام ده من جوه القبور، وقعدوا يقولوا الله يرحمك يا شيكا بصوت عالي ويصوروا الكلام ده. عيب، اقسم بالله العظيم. انا اول مره اعرف اننا وصلنا لهذه المرحله من التردي في الاخلاق وقله الادب والسفاله. طبعا مش احنا، انا اسف اني قلت احنا. دي شويه عيال اللي اهاليهم نسيت تربيهم، اللي اهاليهم كانت مشغوله في اي حاجه تانية عن ربايتهم. شويه العيال اللي اهاليها نسيت تربيها، للاسف للاسف. انتهكوا حرمه الاموات. وبقول لك يا حبيب قلبي، لو انت ترضى ان شيكابالا ده لو واحد من اهلك يتعامل معاه كده مهما عمل، ان اهله ان اهله يفتح مراته تفتح النت تلاقي الناس بتقرا الفاتحه على جوزها في المقابر، ابنه لما يكبر يشوف الكلام الفارغ ده اللي خلاص بقى عندنا وسائل سوشيال ميديا، الكلام ده ما بيتمحيش. الكلام ده ما بيتمحيش يا جماعه. ابنه لما يكبر يشوف الكلام ده، اهله واخواته. تخيل ده لو كانت امه عايشه وشافت الكلام ده، شافت الناس بتقرا الفاتحه في المقابر على روح ابنها اللي عنده 35 سنه، اللي في عز شبابه. اتقوا الله، اتقوا الله. والمشكله بقى الاسفل والاسوأ ان لما حد يقول لكم اتقوا الله، ابص الاقي الناس المحترمه تيجي تطلع تقول اه فعلا اللي حصل ده غلط وكده، والناس التانيه اللي بتحب السفاله تطلع تشوف 600 مليون عذر للي بيحصل. هو للدرجه دي انت بتشوف عذر للناس اللي انتهكت حرمه المقابر؟ انت بتشوف عذر للناس اللي انتهكت حرمه المقابر؟ اتقوا الله، اتقوا الله. يعني صراحه ربنا انا مش عارف اقول ايه لكل الناس اللي بتعمل كده. طيب دلوقتي انا عندي اخبار عن الصفقات للاسف، لان ال الاخبار اللي عندي كانت عن الصفقات. مش عارف بقى هيحصل فيها ايه بعد حل مجلس الاداره دوت قبل الميركاتو ما يقفل بيوم، قبل القيد ما يقفل بيوم. مش عارف. المفروض يعني ان انا اللي عرفته ان الراحلون عن الزمالك هم كالاتي. الراحلون عن الزمالك هم الاتي اسماءهم: محمد عبد السلام، محمد عبد السلام المدافع الشاب بيشوفوا له اعاره. محمد حسن، محمد حسن. كابونجو كاسونجو، تمام، كابونجو كاسونجو. محمد صبحي، كريم بامبو، عمر السعيد، محمد عنتر. يبقى الراحلون عن الزمالك: محمد عبد السلام، محمد حسن، كابونجو كاسونجو، محمد صبحي، كريم بامبو، عمر السعيد، محمد عنتر. القادمون للزمالك المؤكدين الى الان هقول اساميهم الاول قبل ما يقفل الميركاتو بيوم اهوت: حميد احداد رجع خلاص نهائي، ده كلام نهائي. حميد احداد رجع. احنا محتاجين مهاجم، وشافوا ان المهاجم ده ممكن يكون حميد احداد، وحميد احداد لعيب كويس وناهي الدوري مع الرجاء في المركز الاول وتمام التمام. تاني واحد اكيد احمد فتوح، احمد فتوح برضه نهوا اعارته ورجعوه. تالت واحد محمد اشرف رؤى، رجع عشان يدعم لعيبه خط النص. الحمد لله رب العالمين كده بعد عوده محمود عبد العزيز ورجوع محمد اشرف رؤى، يعني اعتقد ان خط نص الزمالك كده ما تقليش محتاج لعيبه تاني، يعني حتى لو دونجا ما جاش كده مقضيه. حمزه المسلوسي، ما تنسوش يا جماعه ان احنا عندنا محمود عبد العزيز قبل الاصابه كان لعيب رائع رائع وشويط وبيزيد وبيدافع وبيلعب رقم 6 وبيلعب رقم 8 على فكره. انا بشوف ان محمود عبد العزيز جنب طارق حامد كان بيبقى كويس جدا جدا جدا، لعيب عنده قلب قوي بدنيا
وكل حاجه، كل حاجه. تمام. محمد اشرف رؤى قلنا عليه، رجع خلاص. حمزه المسلوسي خلص خلاص. لا، محمد وناجم قاعد يا ماضي، محمد وناجم قاعد. حمزه المسلوسي. امير عادل اللي هو الكسندر جاكوبزن، الكسندر جاكوبزن. يبقى هنقول تاني القادمون اكيد خلاص خلصوا، الدنيا خلصت فيهم. حميد احداد، حميد احداد. احمد فتوح، احمد فتوح. محمد اشرف رؤى، محمد اشرف رؤى. حمزه المسلوسي، حمزه المسلوسي. امير عادل او الكسندر جاكوبزن، امير عادل او الكسندر جاكوبزن. اتنين لحد دلوقتي المفاوضات شغاله فيهم، بيحاولوا يخلصوهم، بيراميدز مش راضي يسيبهم. هم مين؟ رجب بكار ودونجا، رجب بكار ودونجا. احنا بالامانه محتاجين مساك. ماشي خلاص عبد السلام، انت كده بقى عندك ثلاثه. احنا محتاجين مساك، فهم يا ريت يعرفوا يخلصوا رجب بكار. مش رجب بكار، عبد الله بكري. انا اسف، عبد الله بكري. اتمنى يخلصوا عبد الله بكري، اتمنى يخلصوا عبد الله بكري. احنا كده عندنا ثلاثة باك يمين، مش محتاجين ركب بكار. هم بيتكلموا في عبد الله بكري ودونجا. اتمنى يخلصوا عبد الله بكري. الزمالك لسه بيتكلم فيهم، بيراميدز مش راضي يسيبهم. يعني وصلوا لاتفاق مع الاثنين، حاجة عظيمة، حاجة عظيمة. تمام. وصلوا لاتفاق مع واحد بس، يبقى عبد الله بكري. احنا كده خط النص مقضية حلوة، مش وحشة. لكن عبد الله بكري احنا محتاجين، واحنا محتاجين مساك، محتاجين مساك. اوكي، اوكي. دلوقتي بتمنى من وزارة الشباب والرياضة بعد ما حلوا مجلس إدارة نادي الزمالك العظيم، يكون كده القرار مرفق به حيثيات الحل عشان الجمهور يبقى مقتنع. لأن يا فندم حضرتك طبعا انتوا حقكم تعملوا اللي انتوا عايزينه، بس احنا برضو حقنا نفهم. في رأي عام، والزمالك دوت حاجة بتخضع للرأي العام، مؤسسة كبيرة لها مشجعين بالملايين. أنا ما جبت سيرة الخطيب، ماله الخطيب؟ استاذ مهتدي ابو الشيخ داخل بيقول لي هو الخطيب ماله؟ انا جبت سيره الخطيب، ماله الخطيب؟ احنا بس بنقول ان احنا دلوقتي كنا برضو من حقنا احنا كزملكاويه نعرف. عرفنا عرفنا ان سمعنا برضو ان الاهلي كان في مخالفات ماديه، وبيقولوا ان المخالفات الماديه ديت ادوهم فرصه يشوفوا ايه الموضوع. فاحنا برضو عايزين نعرف، هل المخالفات الماديه ديت هيتعاملوا فيها زي ما اتعاملوا مع الزمالك، ولا المعامله هنا بشكل والمعامله هنا بشكل؟ ولو الاهلي ما فيهوش مخالفات ماديه قولوا لنا ان ما فيهوش مخالفات ماديه، ريحونا عشان نعرف ان ما فيش كلب ميكالين بس. يعني لو الاهلي فعلا ما فيهوش مخالفات ماديه قولوا لنا يا فندم، واحنا على عيننا وراسنا. احنا بس هنستريح، نبقى عرفنا ان الاهلي ما فيهوش مخالفات ماديه وانتم ما كلتوش بمكيالين. الاهلي بيتعامل زيه زي الزمالك. تمام. بس بس يا باشا، انا بقول اللي انا عايزه. استاذ محمد عطيه، حضرتك اهلاوي وانت بتقول لي مالك ومال الاهلي، طب انت بقى مالك ومالي؟ يعني انت مالك ومالي؟ انت حضرتك من حقك تقول لي مالك ومال الاهلي، وانا من حق اقول لك، وانا من حق اقول لك مالك ومالي، ومن حقي اقول اللي انا عايزه، ومن حقي اعرف ان الكيل بمكيالين ولا الكيل بمكيال واحد. لو الاهلي ما فيهوش مخالفات ماديه اهلا وسهلا، هبقى انا مبسوط وهبقى عارف ان الموضوع موضوع يعني اقول لك ايه بس، اقول لك هبقى عارف ان الموضوع واحد، ان الاثنين بيتعاملوا بنفس الطريقه. لكن لو هنا تمت المعامله بشكل وهنا تمت المعامله بشكل تاني، لا هنا في مشكله. نتمنى ان نعرف الموضوع، نعرف الزمالك ايه المخالفات الماديه اللي فيه، والمخالفات الماديه هل هي دلوقتي طب اوكي. مرتضى منصور قال قال حاجه او من كام يوم، قال يا جماعه المخالفات الماديه ديت انا بحاول احلها، المخالفات الماديه دي مش من عندي،
المخالفات الماديه دي مش من عندي، المخالفات الماديه دي من عهد ممدوح عباس، من العهد البائد. طب حضراتكم لو الموضوع ده الكلام ده حقيقي، المخالفات من عهد ممدوح عباس ومرتضى منصور بيحاول يحلها، طب ما تفهمونا شلتوا ليه؟ انما لو المخالفات ديت على مرتضى منصور احنا متقبلين. واقول لكم تاني على حاجه تانيه يا فندم، على فكره احنا لو الموضوع، لو الزمالك فيه مخالفات ماديه فعلا، احنا اول ناس لن نقبل بوجود مخالفات ماديه في الزمالك. احنا كزملكاويه اول ناس لن نقبل بوجود مخالفات ماديه. ولو الناس ديت فعلا في، لا مش قصدي مخالفات بقى مخالفات لصالح النادي، قصدي لو في لا قدر الله فساد مالي، لو في فساد مالي يا فندم احنا لن نسمح. احنا زملكاويه نحب دايما نادينا يكون اللي بيديروه شرفاء نظيف اليد. لكن لو ما فيش فساد مالي، احنا عايزين نفهم. ما احنا برضو من حقنا نفهم قبل ما نتجنن، قبل ما نتجنن نفهم. الفهم مش عيب. وعشان القرار دوت يا فندم اكيد حضراتكم عارفين ان هيحزن ملايين، هيحزن ملايين. كان المفروض يعني نفهم بس، مش اكتر. النهارده صعب عليا منظر احمد مرتضى منصور وهو واقف على الباب وطالع له من جوه عمرو الجنايني من الجمعيه العموميه بيقول له الورق مش عارف صراحه، مش عارف. بص يا استاذ محمود عطيه، انا مش عارف محمود عطيه هو شكله تقريبا عنده مشكله مع مرتضى منصور. انا ما عنديش مشكله انك يكون عندك مشكله مع الجن، والله العظيم ما عندي مشكله. ومرتضى منصور مش فوق القانون يا فندم. مرتضى منصور انا قلت قد يكون طويل اللسان، قد يكون عالي الصوت، قد يكون بيتعامل بجبروت، وده كلنا رافضينه. نرفض الاساءه لاي حد ايا كان، زي ما رفضنا الاساءه لشيكابالا، زي ما رفضنا الاساءه لشيكابالا نرفض الاساءه لاي حد ايا كان. مرتضى منصور مش فوق القانون، ولكن لم نعهده حرام. ولو حضرتك بتقول ان هو مش نظيف اليد يبقى عليك انك تثبت البينه على من ادعى، والا كده تبقى حضرتك للاسف بتقذفه بالباطل، وده شيء يعني اظن حضرتك اسمك محمود، يعني اظن ان ديننا بينهى عنه. اظن ان ديننا بينهى عنه، يا اما يبقى عندنا بينه، لان البينه على من ادعى. برضو الاستاذ ايهاب نعيم بيقول شكرا يا خطيب تم الهدم بنجاح. يعني الخطيب انا مش شايف الخطيب، اقول لك يعني الخطيب هيهدم مين؟ هيهدم، مش عارف برضو، مش عارف. اظن انه لا يملك من القوه انه يهدم بنفسه. يا جماعه الموضوع في حاجه احنا مش فاهمينها. هل ممكن، طب يا جماعه فكروا معايا كده، هل ممكن يكون فعلا في فساد مالي؟ هل ممكن فعلا يكون في فساد مالي؟ وارد. ده اللي احنا السؤال اللي احنا بنساله. لو وارد احنا متقبلين القرار قبل اي حد، بس عايزين اثبات ان في فساد مالي، لان ده شيء يخضع للراي العام. ده شيء يخضع للراي العام. نادي الزمالك مش نادي صغير. نادي الزمالك آه مش عارف، نادي الزمالك نادي كبير. ولو في قضايا فساد مالي اتمنى ان يبقى فيها يتقال لنا ان في قضايا ان في حاجات فيها فساد مالي، وان الفساد المالي ده كان في كذا وكذا 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 وكذا. استاذ مهتدي ابو الشيخ بيقول لي انا ما اتكلمتش عن الصفحات الفيك اللي بتشتم ام حسين الشحات عشان الفرصه اللي ضاعت. والله يا فندم انا عايز اقول لحضرتك حاجه. الصفحات الفيك ديت لو هم زملكاويه هينزلوا يبوسوا حسين الشحات عشان ضيع الفرصه، مش هيشتموه. يعني انت ازاي تبقى بتلعب ضدي وتضيع فرصه يا فندم، وانا اشتمك عشان انت ضيعت فرصه عشان احفزك بعد كده انك تبقى احسن؟ انا مش فاهم يا مهتدي، يعني انا مش فاهم. يعني التفكير ازاي؟ التفكير ازاي يا جماعه؟ احنا كده اقول لكم عاملين زي ايه، زي اللي بنقول ده، يعني بنقول ده تور يقول لك احلبوه. يا عم تور ذكر ما يتحلبش، ما فيهوش لبن، ذكر تور. انا زملكاوي، واحد بيلاعبني ضيع فرصه هروح اشتمه ليه؟
وما يعني لا بيلعب، يعني ممكن اشتمه لو بيلعب في المنتخب وضيع الفرصه دي ازعل، لكن بيضيع الفرصه دي ضدي. طيب، وعشان الناس اللي بتتكلم دلوقتي بتقول اهم حاجه فريق الكوره، فعلا نادي الزمالك بالنسبه لنا هو نادي الزمالك بالنسبه لنا احنا لكره القدم. بالنسبه لنا احنا لكره القدم. اتمنى ان الناس اللي يعني المشجعين يفتكروا لحد اخر ثانيه ان نادي الزمالك هو نادي الزمالك لكره القدم. الحاج عيسى ابو علي بيقول الصفقات الجديده، هقولهم تاني عشان خاطر الحاج عيسى، عشان خاطر تاني، عشان خاطر الحاج عيسى اقولهم تاني: الراحلون محمد عبد السلام، محمد حسن، كابونجو، كاسونجو، محمد صبحي، كريم بامبو، عمر السعيد، محمد عنتر. القادمون حميد احداد، احمد فتوح، محمد اشرف رؤى، حمزه المسلوسي، امير عادل، ولسه بيتفاوضوا في عبد الله بكري ونبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا. تمام. كنت عايز في طيب. طب يا جماعة، معلش لو طولت عليكم النهاردة. أتمنى إن يبقى في حل، إن يبقى في حل. أتمنى إن يبقى في حل للموضوع، وأتمنى إن آه، يعني إن نادي الزمالك ما يتهدمش، لأن نادي الزمالك صرح وكيان كبير. غادة حسين بتقول النادي كيان مش كورة بس. طبعا، طبعا حقيقي. والكيان لو مش مكتمل وقوي الكرة مش هتبقى كويسة يا أستاذة غادة. عندك حق. أنا بس ما كملتش كلامي. أنا لسه كنت بس بتكلم عن الكورة، لأن الناس المشجعين هم أهم حاجة عندهم الكورة، حتى لو بقية الألعاب مش كويسة بس الكورة. وأنا بقول ده غلط، ده غلط. لأن الكيان المفروض يبقى كيان كله قوي ومتماسك. الكيان لو ضعف إيه، الكورة هتبقى وحشة وبقية الألعاب هتبقى وحشة، ولو بقية الألعاب وحشة الكورة هتبقى ضعيفة برضه. فأتمنى. أستاذة غادة عضوة في نادي الزمالك وبتقول أتمنى يا أستاذ مهتدي. ومين قال لحضرتك إن أنا محايد؟ أنا زملكاوي يا بيه وربنا. الصفحة اسمها زملكاوي في التالتة يمين، ولو حضرتك مش عايز تسمعني تاني زي ما أنت بتقول، شكرا يا سيدي الفاضل، شكرا. أنت عايزني يعني أطلع أطبل للأهلي؟ يا بيه أنا زملكاوي، أقسم بالله العظيم أنا زملكاوي. أنا زملكاوي يا باشا. حضرتك أهلاوي وداخل بتقول لي الناس اللي بتشتم حسين الشحات. يا عم وانا مالي بحسين الشحات؟ انا بدافع عن شيكابالا، انا بدافع عن شيكابالا. حضرتك اهلاوي عايز تدافع عن حسين الشحات، روح دافع عنه. انا مش فاهم. ناس بتشتم حسين الشحات، انا عايز اعرف انا مالي، اعمل ايه؟ بتقول لي صفحات فيك، انا ما شفتهاش بعيني، اتكلم ازاي عنها؟ والفيك دوت اللي اتعمل ايش عرفني انه زملكاوي يا بيه؟ ايش عرفني انه زملكاوي؟ واحد ضيع جون ضدي هطلع اشتمه ليه؟ حضرتك غريب جدا فعلا، فعلا غريب جدا يا اخي. وداخل تقول لي والله ما اسمعك تاني. يا سيدي ما تسمعنيش تاني. هو انا المفروض اطبل عشان اعجب حضرتك؟ اقول الكلام اللي على مزاجك انت، ولا اقول الكلام اللي انا شايفه صح يا باشا؟ الواحد لما بيطلع يقول كلام قدام الناس بيعرف انه هيتحاسب عليه قدام ربنا. انا بطلع اقول اللي انا شايفه مش اللي حضرتك شايفه، لان انا هتحاسب على كلامي مش على اللي حضرتك عايزه. استاذه غاده بتقول لي انت حد محترم وعارفه انك زملكاوي صميم. ربنا يخليك يا فندم. احنا كلنا مشجعين زملكاويه. اتمنى ان الساده الاهلاويه اللي يخشوا يتفرجوا علينا على عيني وراسي. احنا معانا ماضي وماضي طول الوقت، وكل مره بيبقى معانا ويشرفني فوق راسي فعلا بمنتهى الامانه. ولكن اللي داخل يتفرج علينا يبقى عارف ان الصفحه اسمها زملكاوي في الثالثه يمين، يعني اكيد اللي بيتكلم دوت راجل اهلاوي، راجل زملكاوي. زي ما انا لو داخل بتفرج على راجل اهلاوي هحترم رايه جدا. بيتكلم كلام خالف عقيدتي عادي، هو راجل اهلاوي بيتكلم على صفحته. الصفحه اسمها مثلا اهلاوي في الثالثه شمال. انا مش فاهم اعمل له ايه. خلاص بقى رايي اختلف مع رايه ومش عايز اسمع، مش هسمع همشي. لكن مش هقعد اقول بقى والله ما اسمعك تاني. طب يا سيدي ما اسمعنيش تاني.
حاجه غريبه جدا. يعني عايزني من الاول، من اول فيديو خالص بيجد عذر للناس اللي انتهكت حرمات المقابر ودخلت تعمل الفيديو اللي اتعمل ده ضد شيكابالا، والناس اللي لبست نادي الزمالك، لبست كلب اسود في نيله نادي الزمالك. انت بتهزر، بتهزر. انا راجل زملكاوي، كيف لا اغضب من اللي حصل ده؟ دي جريمه يا بيه، ولو ما كانتش جريمه ما كانش اتقبض على 6 منهم النهارده. اتقبض على 6 منهم، والجهات المسؤوله مشكوره، مشكوره، شافوا شغلهم فورا وقبضوا على 6 منهم. اتمنى ان الموضوع ده يتم التعامل معاه بايد من حديد. ده انتهاك حرمات اموات، دي جريمه. بتهزر. طيب يا جماعه، معلش، انا اسف، انا اسف، بس بمنتهى الامانه الموضوع صعب جدا. الناس، سبحان الله. يعني انت الغريب، الغريب ان انا مثلا خسرنا دوري ابطال افريقيا، وكان ماتش كنا الاقرب للفوز، وما نقولش الاقرب للفوز، مش هنقول اقرب للفوز عشان الكلمه دي بتضايقهم، لان بيقول لك في السوبر المصري كنا الاقرب للفوز. السوبر المصري دي بطوله بقى خيبانه ب 2 مليم. ده ماتش كان اهم ماتش بتاعي، اهم بطوله ممكن ناخدها في حياتنا، وخسرناها، وخسرناها في عز ما الواحد متضايق ومتنرفز، يبص يلاقي ناس داخله له تشير له بقى فيديوهات بقى على التايم لاين، وتخش له على الواتساب، وتخش له على الماسنجر. ايه الاستفزاز ده يا اخي؟ اعرف ان الراجل دلوقتي اما غضبان او متضايق او whatever، احترم، احترم وقت الزعل. لما يبقى حد زعلان احترم وقت الزعل. يا بيه شير عندك اللي انت عايزه على صفحتك، ياكش تعمل اللي انت عايزه، لكن ليه نخش نفضل ننكش ونضايق في الناس؟ وبص الاقي بقى المهزله اللي حاصله مع شيكابالا. شيكابالا ده بني ادم، بني ادم يا اخي، بني ادم عنده اهل وعنده زوجه وعنده ابن. لو انت مكانه ترضى ان زوجتك تفتح كل شويه تلاقي الناس بتقرا فاتحه على روحك في المقابر؟ اتق الله يا اخي، اتقوا الله، اتقوا الله. من يتق الله يجعل له مخرجا. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اتمنى من كل زملكاويه الشرفاء التعامل، التعامل بانضباط شديد، بانضباط شديد. لو سمحتوا، احنا لو هنكتب نداءات او استغاثات على الفيسبوك عشان اللي بيحصل في نادي الزمالك ده، نكتبها بمنتهى الادب وبصيغه فيها المزيد من الادب اللي بيعبر عن اخلاقنا، اخلاقنا احنا واحترامنا احنا. تمام؟ لان قله الادب فعلا احنا خلاص اتهرينا قله ادب وتعبنا بقى. قله الادب ما بتجيبش نتيجه، ما بتجيبش غير انحدار وانهيار. كفايانا. فلو سمحتوا اللي هيكتب نداء او استغاثه يكتبه بمنتهى الادب والاخلاق والذوق. تمام؟ وكلنا شيكابالا، كلنا شيكابالا، كلنا شيكابالا. لو سمحتوا دشنوا هاشتاج كلنا شيكابالا، كله يشير صوره شيكابالا. شيكابالا ما خلصش يا جماعه. اوعوا تصدقوا اللي بيقول لكم ان شيكابالا خلص كوره. الجون اللي حطه شيكابالا ده ما يحطوش لعيب عنده 25 سنه. هاتولي لعيب في مصر يقدر يحط الجون ده غير شيكابالا. حد يذكر لي لعيب في مصر يقدر يحط جون زي ده غير شيكابالا. شيكابالا ما خلصش. تمام؟ مؤمن زكريا برضه عنده بيت واولاد، وحد اتكلم عن مؤمن زكريا؟ ده احنا كلنا يا راجل بندعم مؤمن زكريا. ده مؤمن زكريا النهارده لما حط صورته حاضن شيكابالا وكان بيدعم شيكابالا، دخلوا شتموا مؤمن زكريا وقالوا له بقى خليه يدفع لك ثمن الحقن. يا اخي اتقوا الله، يا اخي اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. تمام؟ خلينا احنا محترمين جدا، وضبط النفس. اناشدكم وضبط النفس، واوصيكم وضبط النفس، والتعامل بمنتهى الادب والاحترام والاخلاق التي تمثلنا، تمثلنا. كل الناس تحط صور شيكابالا على بروفايلاتها، كل الناس تشير صور شيكابالا، كل الناس تعمل صورة شيكابالا بروفايل بيكتشر، كل الناس تشير مهارات واهداف شيكابالا. الفيسبوك مليان فيديوهات، واليوتيوب مليان فيديوهات عن شيكابالا العظيم. شيكابالا اللي بيتضايقوا لما احنا بنقول عليه رمز، عشان بيقول لك رمز هو جاب لكم كام بطولة. شيكابالا يا جماعة، شيكابالا في وقت من الأوقات كان بيلعب عندنا وسام العبدي وعمرو الصفتي ومش عارف مين ومين ومين،
وفرقه كانت ضايعه ضايعه ضايعه. شيكابالا هو اللي حافظ على شعبيه نادي الزمالك. كنا لا نزيد شيء عن طلائع الجيش او وات ايفر او حرس الحدود او احنا كنا بنطلع الثاني مش السابع او الثامن او زي فرق نص الجدول عشان شيكابالا بس حافظ على شعبيه نادي الزمالك فتره طويله، كام سنه، فتره كده من الزمن. وكان كمان مش مجرد انه يعني بيضمن لك على الاقل حتى انك ما تنزلش عن الثاني، او ان اللي الناس بتستهتر بالكلام ده. كان بيضمن لك كمان ان كل ماتش هيجيب لك جون خرافي، جون خزعبلي، هيعمل مهارة فائقة، بتاع تقول تخلي الناس تقول واو. فيضمن استحسان الناس او ينتزع الاهات من الناس. عشان كده شيكابالا ده اسطورتنا، حافظ على شعبية النادي من انهيار شعبيته التي كان الزمالك على وشك ان شعبيته تنهار لولا وجود شيكابالا في وقت من الاوقات. شكرا جزيلا. اتمنى نرجع لشيكابالا اللي اداهولنا اليومين دول، دعم. شكرا جزيلا يا جماعة، شكرا جزيلا. أشكركم من كل قلبي، أشكركم من كل قلبي. أوصيكم وضبط النفس والتعامل بأخلاق الزملكاوية المحترمين، جمهور الصفوة، جمهور النادي الملكي العظيم. شكرا جزيلا.